بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على حقيقة عيشة قنديشة. هاد الشخصية كانوا زمان تيخلعونا بها جدودنا. جلسي اولا نعيط لك على عيشة قنديشة، ولا شفنا شي حاجة المظهر ديالها تيخلع تنقولوا تتشبه العيشة قنديشة. كانت روايات وحكايات تتخلع حكاوها جدودنا، كانت عندها بزاف ديال الاسماء: عيشه قنديشه، عيشه القنويه، عيشه مولات الواد، وبزاف بزاف بزاف. عيشه القنويه قلت عيشه القنويه. هذيك الصور اللي ترسمت على عيشه في الثقافه الشعبيه المغربيه فهي خاطئه تماما تماما خاطئه. ودابا غادي نقول لكم الحقيقه ديال عيشه قنديشه. عيشة قنديشة هي سيدة طردت من الأندلس من عائلة موريسكية نبيلة. كانت العائلة ديالها لاباس عليها، والبرتغاليون سموها عائشة كونتيسا، أي الأميرة عائشة. وتحرف الاسم من عائشة كونتيسا إلى عيشة قنديشة. إيوا جاب كونتيسا القنديشة. من طردات من وسط العائلة ديالها في القرن الخامس عشر، ومن بعد ما رحلت ناضوا البرتغاليون قتلوا لها عائلتها وشردوا الأهل ديالها، خصوصا الزوج ديالها والأبناء. بعد هاد الواقعة تعاونات مع الجيش المغرب ضد البرتغاليين، وفي هاد اللحظة بينات المهارة ديالها والقوة ديالها في القتال، حتى ظنوا البرتغاليون أنها جن ماشي بشر. ومن هنا بدات تسميتها بالجنية وتخلقت الحكايات الخرافية. كانت في الحقيقة سيدة شجاعة. السيدة عائشة كانت عائشة تيقولوا لها السيدة عائشة قنديشة، كانت امرأة مقاومة ضد الاستعمار. السيدة النبيلة عائشة الكونتيسا، أي الأميرة المحاربة والقوية، صنعت اسم لدى المقاومين والمجاهدين وعامة المغاربة. مني حاربت الاحتلال بطريقتها الخاصة، كانت تتغري جنود الاحتلال لحقاش كانت جميلة، وتتجرهم الوديان وتذبحهم بطريقة وحشية ومرعبة. زرعت الخوف في قلوب جنود الاستعمار، وبداو تيحكيو عليها حكايات من خيالهم. هذه هي حقيقة عيشة قنديشة أو عيشة الكونتيسا. هاد الشخصية اللي كانوا تيخلعونا بها جدودنا كانت هاد الكلمة تترعبنا. تنسمعوا عيشة قنديشة تنخيلوا ديك عيشة اللي شعرها مشعكك وتتخلع وكلها تتخلع بزاف، تتخلع. ولكن هي في الحقيقة سيدة خلات البصمة ديالها في المقاومة. عائشة الكونتيسا توفات وفاتها المنية ودفنات بمقبرة باب غمات في مراكش. هنا وصلت للنهاية. نتمنى نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. إلى عجبكم الفيديو ديروا اللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.